هو إيصال الأمانة بيورث؟ يعني إيصال الأمانة ممكن توريثه للورثة؟ خلينا هنا نفرق بين حالتين. الحالة الأولى في حالة الدائن اللي هو صاحب المال، اللي هو ليه الفلوس. في الحالة دي لو الدائن مات فمن حق الورثة ان هم يرفعوا ايصال الامانة على المدين ويستأدوا او ياخدوا حقهم منه، وفي الحالة دي هيقدروا يرفعوا قضية وياخدوا حق المتوفي او الدائن ده ويدخل ضمن التركة بتاعة الورثة. طيب لو المدين مات اللي هو عليه الفلوس، في الحالة دي برضو بيبقى ملزمين الورثة بدفع قيمة إيصال الأمانة من تركة المتوفي. وبمعنى أدق أو في قاعدة بتقول لا ترك إلا بعد سداد الديون، يعني تتاخد قيمة الإيصال الأول وتقدم للشخص الدائن اللي هو صاحب المال، وبعد كده ما تبقى من التركة يقسم على إيه؟ على الورثة. دي ملخص القصة بتاعة إيصال الأمانة في حالة توريثه من الدائن أو من المدين. فولو لايك واستنوني في معلومة قانونية جديدة.